عن مروءته وعن نجدته في إغاثة الملهوف وفي استقبال الضيوف. اخوانكم سبقوكم وشاركوا، انا بس زرتهم هناك والله مفخرة. ومجرد ما نزلت من الرياض لخميس مشيط اي واحد يقابلني يفتخر بالجيش السوداني، باخلاقية الجند السوداني وبالخبرة بتاعت الجيش السوداني. الإخوة المشاهدون الأوفياء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ظل السودان موصولا بالعالم فاعلا في مشروع البحث عن السلام والأمن والاستقرار لشعوب العالم أجمع. ومنذ منتصف القرن التاسع عشر ظلت القوات المسلحة السودانية حضورا في مسيرة اتصلت عربيا وإفريقيا تشارك أشقائها هم الأمن وتحقيق السلام. وبذات العزم ومن ذات المنطلق تشارك القوات المسلحة اليوم في قوات التحالف العربية بحثا عن الأمن والسلم في اليمن الجريح، وحراسة لأمن المقدسات الإسلامية في أرض الحرمين الشريفين. مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم جنود الوطن. تاريخ الجندية في السودان قديم قدم الإنسان في هذه الأرض، لكن الشكل النظامي بدأ قبل أكثر من 5 قرون، وكان ذلك في أيام مملكة الفونج بتاريخ 1505 للميلاد، التي تعتبر من أقدم الممالك الإسلامية في إفريقيا. مثلت المهدية نقلة نوعية في مسيرة الجندية في السودان، فقد استطاع المهدي بناء قوات نظامية مدربة استطاعت تحطيم كبرياء المستعمر. وهناك بدأت شمس الإمبراطورية في المغيب، وكان ذلك عام 1881 للميلاد، والتي انتهت بتحرير الخرطوم ومقتل غردون باشا. وخلال تلك الفترة تطورت القوات المقاتلة من حيث التنظيم ذو المهام، وكان بعضها محترفا والآخر متطوعا يستنفر وقت الحاجة. في عام 1898 وبعد معركة كرر التاريخية الخالدة سقط السودان في قبضة المستعمر الإنجليزي، والذي قام بإنشاء قوة دفاع السودان، والتي هدفت إلى تأمين السودان بأبنائه بعد فشل تجربة القوات المختلطة الإنجليزية المصرية. ليشهد العام 1905 قيام المدرسة الحربية بقرارات وينجد باشا لتخريج الضباط، وهي التي تعرف اليوم بالكلية الحربية، وكانت نواة لقوة دفاع السودان، والتي صدر قرار بتكوينها في 17 من يناير عام 1925، وتم تعيين الجنرال هيدلستون قائدا عاما لها في 20 من يناير من ذات العام، وأصبحت الحكومة السودانية هي المسؤول عن هذه القوات. في 14 من أغسطس عام 1954 تم استودنة القوات المسلحة، وأصبح الفريق أحمد محمد الجعلي أول قائد للجيش السوداني. خلال تاريخها الطويل شاركت القوات المسلحة عالميا في حرب القرم عام 1854 إلى جانب القوات التركية ضد روسيا، وفي عام 1863 مع القوات الفرنسية في المكسيك. Je n'ai jamais vu de ma vie une guerre qui s'éclatait dans un calme profond. إني لم أرى في حياتي مطلقا قتالا نشب في سكون عميق وفي حماسة تضارع حماستهم، فقد كانت أعينهم وحدها تتكلم، وكانت جرأتهم تذهل العقول وتحير الألباب. لم يكونوا جنودا بل أسودا. Selon les rapports français, nos bataillons soudanais لقد قاتل السودانيون قتالا باهرا دام ساعة واحدة، فانتصروا على عدو يفوقهم 6 أمثال، وقد منحناهم أوسمة عسكرية لشجاعتهم، وقد توفي منهم 68 وبقي 378 فردا. ثم شاركت ضمن القوات المصرية في الحرب العالمية الأولى 1914، ومن بعدها إلى جانب الحلفاء في الحرب العالمية الثانية منذ العام 1939، وخاضت معاركها الشهيرة في كرن والجلابات وكسلا وشمال إفريقيا، والتي كانت مهرا للاستقلال فيما بعد. على صعيد القارة السمراء فقد شاركت القوات المسلحة
ضمن قوات حفظ السلام في الكونغو عام 1960 وفي لجنة مراقبة وقف إطلاق النار في تشاد، وكذلك شاركت ضمن قوات حفظ السلام في ناميبيا عام 1989، كما شاركت في إعادة الأمن في جزيرة أنجوان بجزر القمر. كان لها دور فاعل جدا، ويعني ضمن القيادة العليا قائد القوات العربية. أنا شخصيا شاركت كنائب للقائد العام في القوات العربية، وهنالك بعض الإخوان شاركوا في العمليات. بيكون دائما رئيس العمليات من السودان، وبيكون معه أركان للعمليات. أما على الصعيد العربي فقد شاركت في العام 1948 في الحرب العربية الإسرائيلية، وفي العام 1956 لصد العدوان الثلاثي على مصر، وفي العام 1962 ضمن قوات جامعة الدول العربية في الكويت. القوات السودانية شاركت مرتين مع القوات العربية لتدارك ما كان يمكن أن يتم في 61-62 باجتياح العراق للكويت أيام حكم عبد الكريم قاسي. والجامعة العربية بقيادة الأمين العام وبتكاتف الدول العربية وفي مؤتمر القمة قرروا بسرعة جدا أنه تشكل قوة عربية من حوالي 8 دول للذهاب إلى الكويت حتى يتوقف ما كان ينوي عليه عبد الكريم قاسي، وفعلا تم دي. وفي حرب 1967 ضد إسرائيل، وفي معركة الكرامة عام 1973، وحرب العبور بالإضافة للمشاركة ضمن قوات الردع العربية عام 1978 في لبنان. كان للقوات السودانية دور كبير جدا في استتباب الأمن واستقرار لبنان، وكل ما كان يعني تكون هنالك حوجة القوات السودانية كانت مستعدة وجاهزة للحفاظ على الأمن وعلى البنوك وعلى الوزارات الهامة في لبنان. دي كلها كانت موكولة لقواتنا السودانية المقاتلة. وتبوأت القوات المسلحة مكانة مرموقة بين نظيراتها في المحيط العربي والإفريقي، حتى صارت كبرى مؤسساتها قبلة للأشقاء والأصدقاء في الكلية الحربية وكلية القيادة والأركان المشتركة والأكاديمية العسكرية العليا. أول الدارسين من الدول الشقيقة والصديقة رائد ركن حازم أمين علي البطوش من المملكة الأردنية الهاشمية. من دولة الكويت عقيد مهندس ركن محمد عقلة مران العنزي. يزيدنا فخرا وسعادة أن يكون من ضمن فرسان هذه الكوكبة المتخرجة 46 دارسا من الدول الشقيقة التي يأتي تعاوننا معها في المجال التدريبي دفعا لعلاقات أزلية وتبادلا للخبرات وتعزيزا لأواصر الإخاء والتعاون. وعلى صعيد متصل كانت للقوات المسلحة مشاركة مع الأشقاء في قطر في مناورات الصقر الجارح. شاركت القوات السودانية ممثلة في القوات الخاصة في أول فعاليات تمرين الصقر الجارح اللي هو تمارين الميدانية، ومع الأشقاء في المملكة العربية السعودية على ساحل البحر الأحمر في مناورات الفلك 1 و2،
وما تزال القوات المسلحة تؤدي واجبها بكل تجرد حماية للسودان شعبا وأرضا موصولة بمحيطها الإقليمي والدولي تتطلع لسيادة الأمن والسلم في العالم أجمع. الدول العربية أو الدول الأفريقية دائما السودان بيكون مفضل بأنه يكون في القوات المشاركة عربيا أو أفريقيا. لماذا؟ لأنه فعلا وجدوا على أن السودان فعلا بيشارك مهنيا بطريقة فيها نوع من الحياد الكامل، ويعني التصرف بتاع قواته مشهود له بال يعني احترافية العسكرية اللي ما فيها أي نوع من يعني الخروج عن المبدأ بتاع استقرار الدولة اللي فيها المشكلة. واتكاء على هذا التاريخ المجيد ودعت القوات المسلحة أفواج لواء الحزم المشاركة ضمن قوات التحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن السعيد. قيادة القوات المسلحة كانت حضورا وهي تودع الرجال وتؤكد على الالتزام بالعهود والمواثيق يسندها هذا التاريخ الناصع المجيد. نحن بالجيش السوداني عزة وريادة سنعود الزحف بأروع القيادة، وهذه هي مقدمة لواء الحزم تتجه لحماية الأراضي الطاهرة. إن كان لي ما أوصيكم به بعد تقوى الله عز وجل أن ترعوا القيم وأن ترعوا الانضباط وكل موروثات الشعب السوداني والجيش السوداني، وأن تسيروا على نفس الطريق نجدة للملهوف وإغاثة للمكروب ودعما للمحتاجين وإعادة للأمل لإخواننا اليمنيين وإعادة للحق وللشرعية. نريد أن يتحدث عنكم العالم كما تحدث عن إخوانكم من قبل، ونحن على يقين من ذلك. نحن غيرنا تاريخ العالم، نحن العالم بيعرفنا وبيغيمنا، ومحاربتنا دي ما جاية من فراغ، جاية من معرفة، جاية من معرفة لصيغة ومدروسة إنه الشعب السوداني وقيم الشعب السوداني معروفة لديهم وشهدوا بها في الحرب العالمية الأولى والثانية، شهدوا بمسارة أبواتنا وشهدوا بعزتهم وكرامتهم وشجاعتهم. الزول بيفتخر بباهب اللي عنده، نحن من باهب الرجال ديل، نحن يا سيادته من باهب الرجال ديل. الناس بتكرم بالأكل والشراب وبتكرم بالقروش، نحن بنكرم بالروح بالدم. رئيس الأركان المشتركة صافح الأبطال وودعهم بكلمات قوية وصادقة عبرت عن أن هذه المشاركة منطلقها شيم أهل السودان السمحة الكريمة والتي هي مصدر الفخر والإعزاز. الشكر الجزيل لكل من قام على تدريب هذه القوة وسهر الليالي على أن تصل لهذا المستوى اللي وصلت له. مجرد ما وصلت للمستوى ده أنا اطمأنيت أنه إن شاء الله جنودنا لما نمشي هناك، لأنه يا جماعة إحنا عساكرنا وضباطنا إذا كان صحراء حاربنا فيها، إذا كان جبال حاربنا فيها، إذا كان غابات حاربنا فيها، إذا كان مستنقعات أيضا حاربنا فيها. كل ألوان الطيف من الجغرافيا إحنا حاربنا فيها، عشان كده ما في حاجة تغلبنا بإذن تعالى إن شاء الله. فنقول للقوة الماشية استودعكم الله الذي لا تضيع أدوه بإذن تعالى إن شاء الله.